صيام ايه اللي بالصمود ده؟ ولا تراويح ايه اللي بتنزلوا تصلوها؟ ولا حتى قرآن ايه اللي بتقروه؟ لما كلكم ساكتين على الستات المسلمين اللي بيتم اغتصابهم قدام اجوازهم في رمضان، وانتوا ودن من طين وودن من عجين، واللي بيحاول يساعدهم ولا بيفكر ان هو يساعدهم بيتضرب بالنار يموت وقتي، وانتوا قاعدين في الجوامع بتدعوا ربنا اللهم اغفر لنا. انا اكتر منظر زعلت لما شفته، ودي اول مرة في حياتي، لما شفت عدد ضخم جدا من المصلين في الحرم. قلت سبحان الله، احنا فعلا بقينا غثاء كغثاء السيل. لما العدد الرهيب ده اللي يغزي العين مش عارف يعمل حاجة. ده احنا عدينا مرحلة بقى ان في ناس بتموت من الجوع، وان في قنابل فوسفورية بتترمي، وان لحاجة بقى تمس الشرف، وانتوا لسه زي ما انتوا. وعادي بالنسبة لنا يا جماعة، شيء طبيعي، يعني هنعمل ايه يعني؟ ما احنا بندعي اهو، بنصلي وبندعي. انا مش بتكلم بقى على اللي مقضينا مسلسلات، لا انا بتكلم على اللي مقضينا صيام وصوم وقرآن. غثاء، احنا غثاء.